ما عرفش. الحكام عندنا في المغرب لحد الساعه مجموعه من الحكام ما كيتلقاوش المستحقات ديالهم. اذا هذا تا هو مشكل، انه كتمشي حكم، ربما عندنا حكام ما كيقراو طلبه، عندنا حكام ما عندهمش عمل. يعني هذا الحكم هذا ملي غادي تعينوا انت في مدينه كمدينه الحسيمه او كمدينه وجده، باش غادي يتنقل، باش غادي ياكل، باش غادي يبات في الاوتيل. تنظن انه الا عطينا الاهتمام مره ثانيه لهذه الشريحه فرحنا غادي نشوفوا واحد المردوديه في مستوى عالي. وبالنسبه للعصبه الدار البيضاء الكبرى فلله الحمد اننا عندنا واحد القاعده اللي هي واسعه بزاف، اللي كتشمل واحد المجموعه من الشباب. كرة القدم الوطنية تعيش على إيقاع مجموعة من الاحتجاجات التي يكون دائما تحكيم طرفها الأساسي، بالتالي يجب إعادة النظر في هذه النقطة بالذات، سيما أننا بصدد الحديث عن يعني بلوغ الدوري المغربي للنسخة الثالثة من الاحتراف. أعتقد أن هناك فعلا بعض المراقبة من طرف أعضاء مديرية التحكيم وتحديدا لجنة المراقبة من خلال تتبع الحكام عبر أشرطة وعبر مراقبين ميدانيين، وهناك أيضا ملفات لهؤلاء الحكام وتنقيط شهري يحدد على ضوء تصنيف كل حكم والنقط التي سيحصل عليها.